لو بدأت قناة على اليوتيوب بس ما حققتش أي فلوس لحد دلوقتي تعمل إيه؟ أهلا بيكم في قناة اي مكاوي، أنا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناة هنا، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. دلوقتي ناس كتيره قوي بدات تنزل محتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي او عن طريق ان هم بيظهروا بوشهم، والفكره ان هم ما لقوش اي عائد للموضوع ده، لا بتاع الذكاء الاصطناعي ولا اللي بيظهر بوشه. وطبعا عشان اللي ما لقاش عائد ده ان هو كل همه ان هو يحقق شروط اليوتيوب، ان هم ال 4000 ساعه مشاهده وال1000 مشترك. هو فعلا الموضوع بياخد وقت شويه ان انت تحقق الشروط دي، وعلى حسب كل واحد ومحتواه، في بيوصل ل3 شهور، في بيوصل ل6 شهور، في بيوصل لسنه، في ناس بتوصل لسنتين ولسه ما حققتهاش اصلا. فالموضوع ملوش مقياس يعني. بس طبعا انت كل ما بتتعب على المحتوى اكتر وكل ما بتنزل اكتر كل ما انت بتسرع عمليه الربح او عمليه تحقيق الشروط بتاعتك. والنهارده بقى احنا جايين نتكلم ايه الحاجه اللي احنا ممكن نحقق عن طريقها فلوس قبل ما نحقق الشروط بتاعت اليوتيوب. والحاجه دي هي الافيليت ماركتنج او التسويق بالعموله. وايا كان ايه المحتوى بتاعك على اليوتيوب، سواء انت بتظهر بوشك او بتظهر فيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي مش بوشك اصلا، فانت اكيد هتلاقي برنامج تسويق بالعموله مناسب ليك ومناسب للمحتوى اللي انت بتقدمه. والبرنامج ده هيبقى عباره عن انك بتعرض منتج او بتعرض خدمه. وبرنامج التسويق بالعموله ده ليه اشكال كتيره جدا، هو انك تعرض منتج او تعرض خدمه او تعرض اي اداه حد بيستخدمها ايا كان، يعني انت بتعرضها للمتابعين بتوعك واللي بتعجبه الاداه دي او الخدمه دي او المنتج ده ايا كان، وهنتكلم على كل واحده فيهم بالتفاصيل دلوقتي، وحب يشترك في الاداه او المنتج دي عن طريق الافيليت لينك بتاعك، فانت بتاخد عموله من اشتراكه ده. والنهارده هندي شويه امثله كده لبرامج التسويق بالعموله اللي ممكن نستخدمها، وهندي في الناحيتين سواء المحتوى بدون ظهور او المحتوى اللي بالظهور بيه بوشك وبنفسك وبصوتك وكل الكلام ده. اول حاجه هنبتدي بيها دلوقتي هي المحتوى بدون ظهور. احنا كنا عملنا مثلا في فيديوهات قبل كده سلسله موقع انفيديو وازاي نستخدمه. اللي ما يعرفوش هو موقع بينشئ فيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي بدون اي تدخل منك، انت بتقول له انت عايز ايه وهو اللي بيعمل لك الفيديو. وهنسيب لك سلسله شرح موقع انفيديو تحت في الديسكربشن عشان لو عايز تتفرج عليها. السلسله دي احنا كنا شرحناها بطريقتين، سواء الفيديوهات الطويله على اليوتيوب او اليوتيوب شورتس اللي هي الفيديوهات القصيره. وهناخد مثل كده من المحتوى اللي احنا كنا عملناه عن طريق موقع انفيديو وازاي نستخدم برنامج تسويق بالعموله مناسب ليه. فاحنا مثلا كنا عملنا في الفيديوهات القصيره في السلسله اللي احنا عملناها محتوى عن التغذيه، اللي هو انت بتقدم اكل صحي او بتقدم وصفات صحيه او ايا كان كل ما يخص التغذيه الصحيه يعني. انت لو في الحاله دي وده محتواك، فانت انسب برنامج تسويق بالعموله تستخدمه هو امازون اسوشيت او برنامج امازون للتسويق بالعموله. هو انك تسوق بالعموله لمنتجات كتيره جدا تخص التخسيس والتغذيه الصحيه وازاي تعمل دايت والحاجات دي كلها. ومن الامثله الكتيره جدا هتلاقيها على امازون في الموضوع ده ان انت مثلا ممكن تعمل سكر دايت يكون تاثيره قوي ويكون منتج عالمي مشهور، او مثلا فات بيرنر اللي هو بيساعد الناس على التخسيس وكده، او مثلا دايت بلان لمدرب مشهور في العالم عرض المنتج بتاعه على امازون، تبقى مثلا خطه تغذيه لمده 12 يوم بتتباع برضه بفلوس كويسه. ولو دورت على امازون هتلاقي حاجات كتيره جدا تخص التخصص بتاعك ده. فانت في وسط الفيديوهات اللي انت بتعملها دي ممكن تعمل فيديو كده في وسطهم اللي هو بيخص تسويق لمنتج انت مختاره من على امازون. وانت طبعا لو بقى عندك ناس كتير وكده فنسبه ان حد يشتري حتى لو قليله فهي نسبه موجوده برضه، وهي دي بقى الطريقه دي بتحقق لك دخل بعيدا خالص بقى عن شروط اليوتيوب اللي بتاخد وقت عمال ما تحققها والكلام ده كله. ولما الفيديو بتعمله بالطريقه دي بتسوق بيه لمنتج، بتقوم حاطط في الوصف بتاع الفيديو الافيليت لينك، ولو في حد عجبه الفيديو اللي انت عامله وشده المنتج فهيخش على اللينك بتاعك من الديسكربشن او في صندوق الوصف تحت وهيخش يشتري المنتج وانت تاخد العموله بتاعتك. وطبعا دلوقتي هتسالني سؤال مهم جدا، هو ازاي اصلا اسجل على موقع امازون، وازاي اختار المنتج، وازاي اعمل له فيديو، وازاي اخد الافيليت لينك اللي هسوق بيه المنتج اصلا، والقصه دي كلها. انا عايز اطمنك واقول لك ان احنا عاملين قبل كده سلسله تسويق بالعموله لمنتجات امازون من الالف للياء، وشرح كل الحاجات اللي انت عايز تسالها دي كلها بالتفاصيل الممله، واحنا مقسمينها على 4 فيديوهات شامله كل حاجه. وهنسيب لك لينك السلسله تحت في الوصف عشان تتفرج عليها، وبجد اتفرج عليها هتفيدك جدا. لو في اي حاجه واقفه معاك او حاجه مش عارف تعملها او خطوه انت متعطل فيها او اي حاجه يعني من الحاجات دي، فاحنا عاملين جروب تليجرام عليه تواصل 24 ساعه، تسال اي سؤال انت عايزه واحنا بنرد عليك في ساعتها. وميزه جروب التليجرام دي بصراحه ان في ناس كتير قوي بتدينا افكار حلوه وفي اسئله بتبقى حلوه وكده يعني، وفي مواقع جديده بنقولها، فبجد يعني جروب هيفرق معاك وهيفيدك يعني. هنسيب لك لينك جروب التليجرام تحت في الوصف عشان تخش عليه. نرجع بقى تاني لموضوعنا. لو انت واحد بقى مثلا بتعمل محتوى زي المحتوى اللي اتكلمنا عليه قبل كده، هو اللي هنسيب لك اللينك بتاعه في الوصف تحت في سلسله موقع انفيديو، هو المقارنات بين الاجهزه، سواء المقارنات بين اللابتوبات، سواء المقارنات بين التلفزيونات، سواء المقارنات بين الموبايلات، اي مقارنات تكنولوجيه عموما يعني. فانت برضو عندك لو انت بتقدم المحتوى ده عندك مواقع تسويق بالعموله كتيره جدا ممكن تستخدمها، بس برضو هيظل افضلهم هو امازون. وخصوصا ان امازون من المواقع اللي بتعمل عروض كويسه يعني، بس طبعا ده الناس اللي في امريكا مش عندنا هنا هيجي علينا غالي جدا.
بس بالنسبه للناس اللي في امريكا هو يعتبر من المواقع اللي الاسعار فيها حلوه جدا. فاحنا مثلا كنا عملنا فيديو المقارنات ده، مقارنه بين موبايل ايفون 14 وايفون 15. انت مثلا فيديو زي ده هتعمل ايه؟ بعد ما تعمل مقارنه بين الموبايلين وتقول مميزات ده وعيوب ده وكل الكلام ده، هتطلب من موقع انفيديو او من الذكاء الاصطناعي، تطلب منه طلب. هتقول له انا عايزك تقول في وصف الفيديو ان هتلاقي تحت في الديسكربشن لينك شراء الموبايلين دول، وهتطلب برده ان هو يقول مثلا الخصم، مثلا يعني مثلا امازون عامل خصم 20%، عامل خصم 15%، فدي انت هتقولها في الفيديو برده. اللي هيتفرج على الفيديو وسط ما هيلاقي المعلومات بقى والمقارنه بين الموبايلين، وده بيقول ايه وده بيقول ايه وده مميزاته ايه وده عيوبه ايه والقصه دي كلها، وانت بعد كده هتقول له ان هتلاقي رابط الموبايلين تحت في الديسكربشن، وطبعا الرابط ده انت تحط الافيليت لينك بتاعك بتاع الموبايلين. ففي نسبه ان لو حد عجبه الموبايل وحب يشتريه وحب الوصف اللي انت عامله وكده، ان هو يخش يشتري من امازون، وخصوصا ان امازون هي حاجه مشهوره جدا وحاجه معتمده، فهو لما يلاقي لينك امازون مش هيتردد اصلا لو عايز يشتري موبايل. وساعتها هو لو نزل وداس على اللينك فانت هتاخد كوميشن عاليه جدا، عشان اصلا سعر الموبايل بيبقى غالي. وعايز اقول لك كل القنوات بتاعه المقارنات كلها بتعمل الحركه دي، عشان برضه عايز افهمك دايما ان دايما اعتماد القنوات كلها مش على المشاهدات. فانت في الحاله دي لو انت قناه مثلا بتقدم ريفيوهات كتير او مقارنات كتير بين اجهزه وكده، وبقت بتكسب ثقه ناس كتيره جدا يعني، فانت طبعا وارد من كل الفيديوهات دي لو انت بتجيب نسبه عاليه من المشاهدات او حتى نسبه متوسطه، ان ممكن حد يشتري الموبايل عن طريق الافيليت لينك بتاعك. ودي برضو احدى الطرق اللي بتكسب منها عن طريق برنامج تسويق بالعموله، عن طريق المحتوى بتاعك اللي هو المقارنات بس بدون ظهور. ولو دورت ولفيت على اليوتيوب هتلاقي قنوات كتيره جدا بتعمل نفس اللي بقول لك عليه ده بالظبط. تعالوا بقى دلوقتي نخش على نوع جديد من المحتوى مش هيبقى مناسب قوي زي الاثنين اللي فاتوا. يعني الاثنين اللي فاتوا عرفنا نحط فيهم امازون، انما النوع اللي هقوله دلوقتي، المحتوى اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو المحتوى بتاع السفر. زي الفيديوهات على اليوتيوب اللي بتشوفها اللي هو مثلا يقول لك احسن 10 اماكن زورهم في باريس، احسن 10 اماكن زورهم في امريكا، احسن 10 اماكن زورهم في مصر، احسن 10 دول في اوروبا، الفيديوهات اللي زي دي. يعني ساعتها بقى في الحاله دي امازون مش هيبقى مناسب. يعني ده واحد بيتكلم على السفر، ايه اللي هعمله على امازون هيحبه في السفر؟ شنطه مثلا يشتريها كده، بس برده مش حاجه حلوه يعني. طبعا بما ان نسبه كبيره من اللي بيتفرج على الفيديو ساعتها بيبقى واحد عايز يسافر، او مثلا مسافر دوله معينه فعايز يشوف ايه الاماكن اللي حلوه في البلد دي، ايه الفنادق الحلوه اللي فيها، ايه الاماكن، ايه الطيران الحلو اللي فيها، كل القصص دي. هنا بقى هتستخدم موقع بوكينج. موقع بوكينج فيه برنامج تسويق بالعموله، ولو عايزيننا نعمل فيديو عنه ازاي نسجل على موقع بوكينج وازاي نتقبل عليه والقصه دي كلها، اكتبوا لنا كومنت تحت ويبقى نعمل فيديو عنه، فيديو منفصل كده لوحده. وهو اللي هتعمله في الحاله دي ان انت برضه هتطلب من انفيديو في الوصف بتاعك للفيديو ان انت تكتب مثلا فنادق مثلا في باريس، او فنادق مثلا في المنطقه اللي انت عامل فيها الفيديو اصلا. طبعا موقع بوكينج هو عليه حجز كل حاجه، عليه حجز فنادق، عليه حجز شقق، عليه حجز هوستلز، عليه حجز طيران، عليه حجز كل حاجه. فانت برضه ممكن تعرض لاي حاجه من الحاجات دي تحطها في الفيديو بتاعك، واللي بيتفرج ممكن يعجبه وينزل على الافيليت لينك بتاعك ويشترك عن طريقك او يشتري من موقع بوكينج عن طريقك. وساعتها لو هو حجز انت بتاخد عموله من موقع بوكينج على الحجز بتاعه. برضه لو دورت على كل قنوات السفر على اليوتيوب كلها هتلاقيها بتعمل كده. فانا دلوقتي اديتك 3 اقتراحات ازاي تكسب من برامج التسويق بالعموله لو انت عامل قناه محتوى بدون ظهور. وزي ما قلت لك في الاول، ايا كان ايه المحتوى بتاعك، سواء المحتوى بتاعك ظهور بنفسك او المحتوى بتاعك بدون ظهور، فانت كده كده هتلاقي برنامج تسويق بالعموله مناسب ليك. الفكره بس ان انت تلاقي برنامج تسويق بالعموله مناسب للمحتوى بتاعك وتستخدمه كويس. دلوقتي احنا اتكلمنا لو عامل قناه عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق موقع انفيديو او ايا كان عن طريق الذكاء الاصطناعي، المهم يعني قناه ما بتكونش بتعمل حاجه ظهور بوشك او كده يعني، او حاجه فيها شرح او كده. تعالى بقى نتكلم دلوقتي لو انت بتعمل قناه بنفسك بصوتك وبوشك، سواء انت بتشرح حاجه، بتحكي قصص، سواء انت بتقدم حاجه تعليميه، سواء انت بتعمل اي محتوى. وهندي برده كذا مثال كده ايه البرامج التسويق بالعموله المناسبه ليك اللي ممكن تستخدمها في قناتك. واحنا دلوقتي هنفترض كذا محتوى كده وانا هقول لك ايه البرامج التسويق بالعموله المناسبه ليك. فلو انت مثلا قناه تعليميه يعني بتعلم الناس اي حاجه، يعني مثلا هنفترض ان انت بتعلم الناس تصميم الصور، سواء بقى يسووها لمنتجاتهم، سواء يسووها لمنتجات ناس ثانيه، سواء مثلا بيعملوا منيو مطعم، سواء بتعلمهم اي تصميم لاي صوره. فانا عايز اقول لك ان موقع كانفا ليه برنامج تسويق بالعموله. فانت لو شرحت في الفيديو بتاعك شرح كويس وعجب الناس، والناس فعلا شافت ان البرنامج ده هيديهم قيمه، فحطيت الافيليت لينك بتاعك في الوصف، ففي ناس كتيره جدا ممكن تخش تشترك، وساعتها مع كل اشتراك انت بتاخد عموله. وعايز اقول لك كمان مش الاشتراك الاولاني، بعد كل تجديد كمان لو جاي برضو عن طريقك اول مره برضو بتاخد عموله. ولو انت واحد مثلا بتعلم الناس ازاي بتصنع فيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي، فانا عايز اقول لك برضو ان موقع انفيديو ليه برنامج تسويق بالعموله، وموقع بيكتوري ليه برنامج تسويق بالعموله، واي موقع صناعه فيديوهات وهم مواقع بالهبل يعني ما بتخلصش كلهم ليهم برامج تسويق بالعموله. انت برضو لو شرحت للناس شرح كويس للموقع ده وحس ان هو هيفيده بجد وان انت بتقدم له حاجه حلوه، هيروح يشترك من الافيليت لينك بتاعك وانت هتاخد عموله من اشتراكه. ولو انت واحد بتعلم الناس ازاي تطلع صور بقى عن طريق الذكاء الاصطناعي، بس المره دي مش قصدي التصميم بتاع كانفا، انا قصدي تصميم الصوره ذات نفسها، مش التصميم بتاع المنتج اصلا. وهي نفس قريبه من المحتوى بتاع كانفا يعني، بس بتطلع لك صوره بقى بكواليتي عاليه جدا. انت بس بتكتب انت عايز تطلع الصوره عامله ازاي، هو الموقع بيطلعها لك بنفس الوصف اللي انت وصفتها له. فبرضه المواقع اللي بتستخدم في
الموضوع ده زي موقع ميد جيرني وموقع ليوناردو دوت اي اي، فبرضه المواقع دي ليها برامج تسويق بالعموله. طب بقى هنفترض افتراض تاني، لو انت واحد مثلا بقى عامل قناه بتقول اخبار او بتحكي حاجات تاريخيه او ايا كان من الحاجات دي، فانت ساعتها لا بتستخدم مواقع بترشحها للناس ولا بتسوق لمنتج بتسوقه للناس. بس عايز اقول لك برضه انت هنا لو فكرت هتلاقي برضه برامج تسويق بالعموله مناسبه ليك، زي مثلا المايك اللي انت بتستخدمه. والمايك ده يا اما هتلاقي ليه برنامج تسويق بالعموله على الموقع اللي هو اصلا بيتباع عليه الموقع باسم المايك يعني، او حتى يعني لو دورت هتلاقيه برضه موجود على امازون وهتعرف تجيب الافيليت لينك بتاعه بسهوله زي ما اتفقنا بقى خلاص. ممكن تعمل كده مع الكاميرا اللي بتستخدمها، مع اي حاجه بتستخدمها في تصوير الفيديوهات بتاعتك. وبرده زي ما اتفقنا هنعملها بنفس الطريقه، ان انت هتشرحها للناس في وسط الفيديو وهتحط الافيليت لينك بتاعك في الديسكربشن. او مثلا لو انت بتوري الناس حاجه على شاشه الكمبيوتر فانت ممكن ترشح لهم برنامج تسجيل شاشه الكمبيوتر، وطبعا اشهر واحد فيهم اللي هو باندي كام، وهو برنامج اللي ما يعرفوش بيستخدم لتسجيل شاشه الكمبيوتر لو انت عايز توري حاجه للناس على شاشه الكمبيوتر. بس طبعا ده بيستخدم في حاجات الشرح اكتر يعني. هو طبعا في نسخه مجانيه وفي نسخه مدفوعه، فانت طبعا اللي هتعمله في الفيديو ساعتها ان انت هتوضح للناس ايه الفرق بين النسخه المجانيه والنسخه المدفوعه وايه المميزات النسخه المدفوعه. وطبعا في ناس هيبقى مناسب ليها المجانيه وفي ناس تانية هتبقى مناسب ليها المدفوعه، فانت برضو لو اشترك في المدفوعه دي فانت هتاخد نسبه من اشتراكه. الفكره برضو زي ما قلت ان انت مش بتاخد نسبه من اشتراكه في الاول وخلاص، ده مع كل تجديد سواء بقى هو عامله سنوي سواء هو عامله شهري انت بتاخد نسبه من اشتراكه على كل تجديد. انا عايز اقول لك بقى كمان ان انت اصلا ممكن تستخدم التسويق بالعموله لو انت ما عندكش قناه يوتيوب اصلا. انا عايز اقول لك ان حتى مواقع العمل الحر عليها برامج تسويق بالعموله. يعني مثلا موقع العمل الحر فايفر اللي هو من اشهر مواقع العمل الحر في العالم ليه برنامج تسويق بالعموله. يعني مثلا انت ممكن ترشح لحد اي حاجه، ميديا باير او مثلا مصمم مواقع او مثلا مصمم فيديوهات، ايا كان اي حد عنده مهاره في حاجه يعني. انت لو رشحت لواحد واديته الافيليت لينك اللي هيخش بيه على الاكونت الشخص بتاع العمل الحر ده واشتغل معاه ودفع له فلوس، فانت هتاخد نسبه من الاشتراك ده برضه. عايز اقول لك اصلا في ناس بتعمل كده، بتعمل فيديوهات وبتعمل بوستات على بنترست وكده، يعني كل شغلانتهم ان هم بيرشحوا ناس على فايفر. طبعا هم مش بيرشحوهم مثلا لله والوطن، هم بيرشحوهم عشان لو حد دخل من لينك يعني اتفق معاهم على حاجه سواء ميديا باير او مصمم مواقع او كده هو هياخد عموله. ودي الحاله الوحيده اللي انت ممكن تستخدم فيها التسويق بالعموله لو انت ما عندكش قناه يوتيوب اصلا او عايز تنزل يعني بوست مثلا على بنترست او كده. الموضوع ده بالذات يعني منتشر على بنترست اكتر يعني. الخلاصه في الاخر ان انت ايا كان ايه المحتوى بتاعك فانت هتلاقي برنامج تسويق بالعموله مناسب ليك. وبرامج التسويق بالعموله ما بتخلصش يعني، لو قعدنا نتكلم عليهم من هنا للسنه الجايه. عايز اقول لك كل حاجه احنا بنشتريها في حياتنا ليها برنامج تسويق بالعموله، وكل حاجه موجوده على النت سواء اشتراك موقع سواء تصميم حاجه سواء اي حاجه انت بتعملها، فالاداه اللي بتعملها دي ليها برنامج تسويق بالعموله. والفيديو ده انا ما اتكلمتش على اي خطوات في التسجيل لاي برنامج تسويق بالعموله من ال 50 برنامج اللي اتكلمت عليهم دول، عشان كل واحد من برامج التسويق بالعموله دي ليه حوار لوحده وليه طريقه لوحده وليه طريقه تسجيل وكل الكلام ده. انا طبعا يعني انا دخلت في معظمهم، كل اللي قلتهم في الحلقه بتاعت النهارده دي يعني انا دخلت في معظمهم بس مش كلهم بصراحه. في منهم برامج اللي التسجيل فيها سريع، في برامج اللي القبول فيها بياخد وقت كبير جدا لحد ما يقبلك، في برامج اللي شروطه صعبه اصلا عشان يقبلك، وفي البرامج اللي خطواتها رخمه جدا في التسجيل، وفي حاجات كتيره جدا. في برامج اصلا ما ينفعش تشترك فيها على طول كده، لازم تشترك في برنامج تاني عشان تعرف تشترك فيهم، زي كانفا مثلا لازم تشترك في امباكت وبعد كده بتقدم على كانفا بعد ما تقبل على امباكت، وقصه طويله كده بقى يعني بقى ممكن نبقى نتكلم في حلقات تانية عليها. فيا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات تحت ايه برنامج التسويق بالعموله سواء قلناهم النهارده او ما قلناهمش عايزيننا نبتدي بيه. ان شاء الله البرنامج اللي هناخده احنا هنشرح فيه التسجيل خطوه بخطوه من الاول لحد ما ناخد الافيليت لينك بتاعنا. ان شاء الله كده ناخدهم واحد واحد لحد ما نخلصهم كلهم. اكتبوا لنا تحت بس في الكومنت ايه البرنامج اللي عايزيننا نبتدي بيه، وان شاء الله ناخدهم واحده واحده كده لحد ما نخلصهم كلهم. كده خلاص احنا خلصنا الفيديو، نتمنى نكون وضحنا لكم كل حاجه ومفيش حاجه فاتتنا في شرح الفيديو ده. لو في اي حاجه مش مفهومه او حاجه فاتتنا فانت ممكن تكتب لنا كومنت بيها او تخش على جروب التليجرام بتاعنا عليه تواصل 24 ساعه لاي سؤال انت عايزه، وهنسيب لك لينك جروب التليجرام في الديسكربشن تحت. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واستنوا الفيديو اللي جاي وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام.